مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في النشره الجويه الخاصه لهذه الليله ولصبيحه الغد. اجواء مغشاه، سماء غير صافيه وغير مستقره تميز جل المناطق الشماليه للوطن، خاصه السواحل. المناطق الساحليه منها هذه الوضعيه الجويه قد تستمر الى بعض ايام، تحسن يكون تدريجي، لكن درجه الحراره تبقى فصليه. بالعوده الى هذه الليله ودرجه الحراره الدنيا اذن تبقى مستقره في معدلها الفصلي. ادنى المقاييس تسجل بالمرتفعات الداخليه درجه واحده فقط كأدنى مقياس، بالهضاب العليا الشرقية 4 إلى 5 درجات، بالمرتفعات الوسطى إلى غاية الغربية 8 إلى 7 درجات راح نسجلها بالسواحل الوسطى والسواحل الشرقية للوطن. 10 درجات راح تسجل بالسواحل الغربية. المرتفعات الداخلية الغربية تقريبا نفس المقياس لغاية المرتفعات الوسطى، جلفة، المسيلة، الأغواط، وصولا إلى وسط شمال الصحراء، منطقة غرداية، أيضا منطقة عين ميناس، منطقة وسط إليزي نفس المقياس 9 درجات، بالأوراس، الوادي وورقلا نفس المقياس 17 درجة، بوسط الصحراء أضرار، عين صالح وتميمون 16، بمنطقة الصورة إلى غاية الجنوب الغربي للوطن نفس المقياس، بمنطقة تامنرس 23 إلى 22 درجة على المقاييس بأقصى الجنوب وأقصى الجنوب الغربي. بالنسبة إذن لحالة الطقس لصبيحة الغد، إذن سماء غير صافية تبقى تميز جل المناطق الشمالية، خاصة السواحل الوسطى والغربية والمرتفعات الداخلية الغربية، وصلنا إلى الجنوب الغربي للوطن حتى بعض المناطق بوسط الصحراء، لكن الأجواء تبقى أو درجة الحرارة تبقى فصلية على العموم، في حين باقي الولايات سواء الشمالية الشرقية إلى غاية الجنوب الشرقي المرتفعات الصحراوية تبقى السماء مغشاة جزئيا سحبا من النوع العالي. بالنسبة إذن لظهيرة الغد بحول الله فصلية، إذا درجة الحرارة على كل المناطق الشمالية تتجاوز المعدل الفصلي، بالسواحل الغربية تصل إلى 25 درجة، 20 درجة بالسواحل الوسطى، 22 بالسواحل الشرقية للوطن نفس المقياس، بالبيض والنعامة أيضا نفس المقياس، بمنطقة الأوراس، باتنا، خنشلاص، وقرهاس، قلمة، الجلفة، المسيلة والأغواط 24 درجة تميز كل من غرداية، الودي وورقلة، وصولا إلى عين أميناس 27 26 درجة حنسجل هذا المقياس، بوسط إليزي، جانت، مرتفعات الهقر وتاسيليتا منارة 28 درجة، في حين باقي الولايات بالجنوب الغربي 22 أو أقل 32 إلى 31 درجة فوق المعدل الفصلي بالثورة وتندوف، أضاء، عين صالح وتميمون أيضا 34 درجة إلى 35 درجة، برج بجي المختار وعين قزام على المقاييس. بالنسبة إذن للملاحة والصيد البحري مشاهدينا، البحر يبقى قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي. بالفعل الرياح اللي راح تكون شرقية إلى شمالية الشرقية بالسواحل الوسطى، غربية تماما بالسواحل الشرقية للوطن، شمالية شرقية بالسواحل الغربية، سرعة الرياح تصل إلى 30 كم في الساعة. الختام بالمعلومات الفلكية الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها. 6:44 يكون الشروق، 7 3 دقائق يكون الغروب. لتفاصيل معلومات أكثر تابعونا على الموقع الإلكتروني الرسمي يظهر أمامكم أسفل الشاشة. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.